السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. نعمل يا جماعة الفراخ المقرمشة دي، ده دبابيس الفراخ المقرمشة دي بطريقة سهلة وجميلة جدا هتعجبكم ان شاء الله. بصوا يا جماعة الجمال، وطيبة ومستوية وزي الفل ازاي. جبنا دبوس الفراخ، وهنعمل فيه شق بالطول كده يا جماعة، وهنخلي هنخلي الدبوس ده خالص بين العظم واللحم يعني. بس مش هنشيل العظمة، هنسيب العظمة ثابتة. هقطع يا دوبك الحتة اللي فوق دي بس، اللي فيها القرقوشة اللي فوق دي، كأنك بتخلي الدبوس عادي، كأنك بتخليه عادي. بصي كده، هتبصي تلاقي اللحم بعد عن العظم وبقى ايه يعني، كله كده تحت عند القرقوشة اللي تحت دي خالص. لما تخلي لما تخلي الدبوس النار، الزيت يعني، والنار بتخش في كل حتة، فما بيبقاش في اي حاجة يعني ممكن تخليكي ما تاكليهاش، يعني جميلة جدا. بصي بسم الله ما شاء الله، اخلي جامد كده وهتخليها زي الفل. واكسري بقى الحتة دي اهي، بس اتك عليها كده علشان تبقى ايه مربعة كده وجميلة وشكلها حلو. انا عندي دي التوابل، توابل بسيطة جدا. بابريكا، حبة فلفل اسمر، نطرة كمون، ومعلقة بسيطة توم باودر. وهاخد انا البصل، مية البصل، وملح، وهقلب كل الحاجات دي كلها مع بعضيها، واحط الدبابيس اللي عندي اهي يا جماعة. بسم الله ما شاء الله، نقعيها بقى ساعتين، ويفضل برضك لو سبتيها 6 ساعات مثلا يكون افضل، زي ما انت عايزة يعني، بس اقل حاجة ساعتين. عندي هنا دقيق، حطيت عليه معلقة نشا. هاخد بقى الدبابيس دي واحطها على الدقيق. الدقيق ده معلهوش اي حاجة خالص، عايزة تنكهيه برضك بنفس التوابل، بابريكا، حبة فلفل اسمر، حبة زنجبيل، حبة توم باودر، اللي انت عاوزاه. وجيبي طبق فيه مية ساقعة، مية من الحنفية عادي يعني، الجو ساقع، وتحطيه كده وتحاولي تعملي لها بقى التعرجات اللي فيها دي كده اهي. بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. وحطي دي بقى في كل حتة. انا ما حطيتش على الدقيق والنشا اي حاجة خالص، ما فيهوش اي حاجة. وتاخديه بقى كده وعلى على الزيت على طول. انا حطيت الزيت في حلة صغيرة كده علشان يعني يبقى الزيت كتير، وفي نفس الوقت ما هقدرش كمية كبيرة من الزيت. بصي بسم الله ما شاء الله، جميلة جدا. بصي حلوة ازاي وجميلة ومقرمشة، يعني دي سوبر قرمشة يا جماعة، والله جميلة جدا. حطيها كده وسيبيها وقلبيها لما تاخد لون كده بسيط كده من تحت، تيجي مقلباها. وهدي عليها النار، حطيها على نار عالية وبعدين تهدي عليها النار. بصي عاملة ازاي، جميلة جدا. قدميها بقى مع بطاطس، مع مكرونة، مع رز بخاري، زي ما انت عايزة بقى تقدميها. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.